تخيل راهب عابد قرر ينعزل عن الناس علشان يعبد ربنا، ترك شهوات الدنيا لكي يتعبد. ايه اللي يخليه يكذب؟ ونشوف هنا وبس، الراهب اللي ترك النساء ولم يتزوج ايه يخليه يزني والعياذ بالله؟ ايه يخليه يسفك الدماء مش مره مرتين؟ يا ريت وقف لحد هنا. لا، الراهب اللي كان بيصوم 40 يوم متواصل ويفطر يوم واحد ويرجع يصوم تاني ابتغاء مرضات الله، ايه يوصله يسجد للشيطان؟ تحول كبير ورهيب لكنه حصل بالتدريج. يلا نشوف ايه الحكايه. بيقول لك في زمن بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل سيدنا محمد كان في راهب في قريه اسمه برصيصه، كان قاعد في اطراف القريه منعزل في صومعته بيتعبد الله الواحد الاحد. المهم الموضوع ده ما كانش عاجب ابليس خالص، لدرجه ان ابليس بعت له شياطين كتير لكن من غير فايده. وهنا قرر يبعت له اعلى ليفل شيطان المهام المستحيله، الشيطان الابيض. اسمه غريب، ازاي شيطان ابيض؟ وده لانه تخصص عباد صالحين مش اي حد، مكار يعني. المهم قرر هذا الملعون يتجسد في صوره راجل ويروح لبرصيصه ويجرب يحسسه بالغرور. راح وقعد يمدحه وان مفيش حد عابد زيه، لكن ده ما حوقش في برصيصه. فالشيطان الابيض قرر يعمل حركه خبيثه، حركه اخبث من سايس العربيات. قرر يروح له تاني ويعلمه دعاء يدعي بيه ربنا، لان الدعاء ده فيه شفاء لاي مرض. وفي نفس الوقت راح يتلبس بعض الناس اللي لما الاطباء حاولوا يعالجوهم ما عرفوش. قرروا يروحوا لبرصيصه يدعي لهم. هنا بعد ما يدعي بالدعاء اياه واللي علمه له الشيطان هنا يخرج من جسد المريض ويخف في الحال. الناس كانت بتفرح جدا ويهتفوا باسم برصيصه. وهنا بدا الغرور يدخل قلبه، بدا يهتم بصورته قدام الناس. بعد فتره القريه قررت تدخل حرب، هتجمع موارد من قريه ثانيه حاجه كده يعني. لكن زمان ولان ما كانش في مكان صيني ولا حتى ميكروباصات، فكان الخروج والرجوع من الحرب بياخد شهور بل ممكن ياخد سنين. وكان في القريه 3 اخوات رجاله وليهم اخت بنت، وعشان الملك قرر ان رجاله القريه كلها تطلع للحرب فاحتاروا يسيبوها مع مين؟ ما لقوش افضل من برصيصه. ده راجل من الايمان واثق فيه ما ثقش في نفسه. يا راجل ده دخل له واحد عاجز خلاه يقوم يجي، فراحوا يقنعوه ياخد اختهم الجميله لانهم خايفين عليها تقعد لوحدها. في الاول برصيصه رفض قاطع وقال لا، دي هتشغلني عن العباده. علشان يرجع له الشيطان الابيض ويقول له طب مين ياخد باله منها؟ مين؟ انت راهب عابد زاهد في الدنيا، مش هتبص لها، مفيش حد هيحافظ عليها قدك. هنا قرر برصيصه يوافق وسمع كلام صاحبه، لكنه بنى لها هو واخواتها كوخ كده تقعد فيه قريب منه علشان هياخد وقت كبير عقبال ما يروح لها البيت ويرجع. وده كان اسوأ قرار، اكنك خدت التليفون معاك الاوضه وانت بتذاكر، اكيد هينتهي بيك الامر وانت قاعد على التيك توك. المهم الراهب بقى يعمل الاكل ويروح ويسيبه على الباب، يخبط ويمشي كن ولا بيشوفها ولا بيسلم عليها. في الشيطان الابيض هنا احتار يعمل ايه، ازاي يخليه يشوف. رجع يزور برصيصه ويساله عن حاله وحكى له برصيصه اللي حصل، علشان يرد عليه صاحبه ويقول له حرام عليك يا برصيصه، افرض الحيوانات كانت الاكل قبل ما هي تاخده، افرض الطيور سرقته تموت من الجوع بسببك، ازاي يا برصيصه تعمل كده؟ راجل عابد وموحد بالله، انت تخبط وتقف تستنى لما تاخد الاكل وتطمن يمكن محتاجه حاجه. فعلا برصيصه يخبط واول ما تفتح يندهش من جمال البنت، بقاله سنين ما شافش انثى ودلوقتي قدامه صبيه صغيره وحلوه. ضعف الراهب وبحلق فضل باصص لها، قعد يتملى في جمالها. على الاقل لو كانت البنت دي لسه في القريه كان ممكن حد يشوفه وينصحه، لكن علشان في الخلا ولوحده محدش عدى ونسي ان ربنا شايفه. المهم برصيصه بقى يقعد ويحكي معاها ومشاعره بدات تتحرك زي ما تقول كده ايه، بقى مرتبط بيها، فسق وفجور والعياذ بالله. ولما حس برصيصه بالذنب وبدا يرجع لعقله ما يقعدش معاها، رجع لصاحبه تاني وقال له الحق، ده انا وانا جاي لك سمعت البنت عماله تكح، الحقها لا تموت، علشان يرجع ويقعد معاها تاني زي ما كان بيقعد. ومع تزايد المشاعر وقع برصيصه في الزنا والعياذ بالله. لكن ما كانش فيه شاهد، محدش شاف الجريمه دي، بس يشاء القدر ان الجريمه يكون ليها شاهد. وبعد 9 شهور البنت بتولد. وهنا برصيصه كان هيتجنن، هيعمل ايه ولا يتصرف ازاي علشان يرجع له صاحبه ويوسوس له؟ ما هو مش شاطر الا في الوسوسه، عامل زي الست اللي بتقعد على المصطبه، نصحه يتخلص من الفضيحه علشان برصيصه يخلص على الطفل. بعدها بيخاف للبنت تتكلم لانها زعلت لما قتل ابنها، يخلص عليها، خايف على سمعته قدام الناس. بعد فتره قصيره اخواتها رجعوا يسالوا عليها، فين اختنا يا عم الراهب؟ قال لهم للاسف اختكم عيت وماتت ودفنتها وما تقلقوش صليت عليها. الاخوات اقتنعوا لكن الشيطان الابيض ما اقتنعش. ازاي القصه تتقفل كده؟ لازم يورط الراهب اكتر. فعلا راح للاخوات وقال لهم على اللي حصل ودلهم على مكان القبر، والدليل هتلاقوا الطفل معاه. وفعلا الاخوات راحوا وحفروا القبر واتصدموا من اللي شافوه. في دقايق كانوا خدوا برصيصه من الصومعه وربطوه وراحوا يجمعوا اهل القريه عشان يشهدوا على الاعدام. برصيصه وهو مربوط كان هيتجنن عايز يهرب، جاله صاحبه الشيطان الابيض قاعد يتحايل عليه برصيصه فكون يهرب. وهنا ظهر له الشيطان على حقيقه وراه شيطان مستعد يفكه قدام شرط واحد، يسجد له ويكفر بالله. فعلا سجد. وهنا الشيطان قال له اسف اني اخاف الله رب العالمين. اتقتل برصيصه على ايد اهل القريه بعد ما كان عابد، واهل القريه اللي بيحلفوا بايمانه قتلوه بعد ما كفر بربنا. قول لي ممكن نستفاد بايه من القصه دي؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك. المهم اروح اجمع موارد الفيديو القادم. سلام.